السلام عليكم أعزائي المشاهدين. موضوع النهاردة معروف ومسموع عنه من فترة، ولكن النهاردة جاي يتكلم على نقطة مهمة جدا. وطبعا كلكم عارفين ايه هو الذكاء الاصطناعي وايه مميزاته وكلام كتير جدا في الموضوع ده، ومش هنخلص لو حكينا فيه من هنا لسنين جاية تانية. وأكيد سمعت إنه بيهدد الوظائف والحياة البشرية، وأيوة ده موضوع النهاردة، أخطار الذكاء الاصطناعي. في بداية كلامي وأنا بتكلم عن أخطار الذكاء الاصطناعي وتهديده للبشرية، واللي بتشمل مخاوف بتتعلق بسيطرة الآلات، ومش أقصد مرحلة الشات جي بي تي الحالية، لأ ده من سنين فاتت. لكن الفرق بين دلوقتي ومن ظهور الذكاء الاصطناعي لأول مرة إن المشاركين في تطويره وإنهم بيقدموه ليك بالشكل ده زاد عددهم جدا، غير إن انضم ليه عدد من رجال الأعمال وأسماء وشخصيات بارزة في المجال. تهديدات من صنع الإنسان. على مدى معظم التاريخ أو قبل ما تظهر التكنولوجيا والآلات، كان سبب التهديدات للحياة البشرية كانت أسباب طبيعية زي اصطدام كويكب مثلا أو فيضانات أو سيول وبراكين. لكن مع إنشاء أول قنبلة ذرية سنة 1945 بقى قدامنا مصدر جديد بيعمل تهديد للبشرية، ونقدر نوصفه بأنه تهديد بشري. ده لأنه من صنع الإنسان وغيرها من التهديدات، وكل ده على أساس تقدم البشرية اللي بتدمر نفسها ذاتيا وهي مش واخدة بالها. وبسبب التهديدات دي بقى القرن الحالي اللي أنا وإنت والعالم كله عايشين فيه ده أخطر قرن هتواجهه أو واجهته البشرية خلاص. ولكن سؤال، المخاوف دي ظهرت إزاي وإيه محرضات ظهورها؟ بدأت المخاوف دي للمرة الأولى من عالم الأدب الخيال العلمي سامويل باتلر سنة 1863. بدأت إنه كان عنده نظرة إن الآلات هتسيطر في يوم ما على العالم، ومن بعده أشخاص تانية فكرت في الموضوع ده زي تورينج، إن في يوم ما هتتمكن الآلات الذكية من السيطرة على العالم. ده غير الأفلام اللي رسخت فكرة إن الذكاء الاصطناعي هيسيطر على العالم. ومع الوقت رغم إنه زاد عدد المحذرين، لكن بسبب العلم اهتموا بالذكاء الاصطناعي أكتر. أقصد العلماء والباحثين أعزائي هنا، واللي بتشمل اللي انت بتعيشه حاليا زي التعرف للكلام والوش وازاي تعمل صورة أو لعبة. غير ان سرعة التقدم اللي الذكاء الاصطناعي بقى فيه بقى مهيأ للتنبؤ بالمستقبل. تخيلت درجة التهديد البشري اللي وصلنا ليه؟ إساءة استخدام محتملة. إنك تبني نظام ذكاء اصطناعي متقدم ده بيخلق تهديد، ولكن ده ما يمنعش استبعاد احتمالية إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي عن عمد، ودي ممكن تحصل عن طريق استغلال نقط الضعف في البرامج أو القرصنة الآلية، أو وجود خلافات سياسية، أو نشر معلومات مضللة عن طريق وسائل الإعلام، أو هجوم حقيقي عن طريق طيارة من غير طيار أو أسلحة آلية. هنا بقى في عالم اسمه فولت تجادل في نقطة إساءة الاستخدام، وقال إن الموضوع مش محتاج إبداع كبير عشان تتخيل سيناريو إن الذكاء الاصطناعي هيشكل تهديد حقيقي حتى لو وصل للإيد الخطأ، زي إن واحد مثلا عاوز يمتص الأكسجين كله، أو مثلا إطلاق كل الأسلحة النووية في ترسانة الدولة، أو ابتكار فيروس بيولوجي قاتل موجود في الهواء زي فيروس كورونا، أو اختراق البنية الحيوية وغيرها كتير. ومن هنا أقدر أقول إن مش الضرر من الذكاء الاصطناعي، ده من صناعنا احنا، ومش هو اللي خطر، ده الانسان او بعض مننا هم اللي خطر، لان عشان يتقدم ويسهل الحياة ما خدش باله انه هيدمر الحياة البشرية عشان تفكيره. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تستفيدوا ويوصل لكم كل جديد. مستنيين آرائكم في الكومنتات. سلام.